بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الناس الحي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نخش على آخر سيكشن في الفود برينتنج، وهو حاجة اسمها ريموت مانجمنت كنترول. يعني إيه بكل بساطة؟ هو إنك في تولز كده معينة بتعرف تأكسس منها الأجهزة عن بعد، سواء كانت ويندوز أو لينكس. فأنا في سيكشن موجود لللينكس وسيكشن للويندوز، تمام. فهنا أول حاجة هنخش في طرق إنك تعمل أكسس كنترول من خلال جهاز تاني، باسورد ويوزر نيم، بخلال تولز معينة لللينكس. خلاص. فهنا بيقول لك إن في اللينكس إدارة سيرفر عن بعد، سيرفرات عن بعد بتوفر وقت ومجهود. خلاص، دي حاجة يعني طبيعية وكان لازم تبقى موجودة من زمان. ففي تولز بتوفر لك كده، ولكنها زي ما انت عارف اي تول بيبقى فيه vulnerabilities. لو في ثغرات في التول دي هتسبب مشاكل كبيرة. ومن اكتر التولز اللي لو حصل فيها ثغرات بتبقى خطر جدا هي التولز زي الريموت اكسس كنترول دي، لان هي لو كان فيها vulnerability فانت بتاكسس دايركت على التارجت، فاهمني؟ فانت لو فيها مشكلة هتبقى يعني حاجة كريتيكال ومش مش سهلة خالص. طيب أول حاجة دي يعني يعتبر ممكن معظم الناس عارفينها، التول اللي هي SSH أو Secure Shell. Secure Shell دي بكل بساطة من أفضل التولز ومن أشهرها في عملية الريموت أكسس كنترول في الويندوز، في اللينكس قصدي. ده يعتبر زي ما بقول لك أهم بروتوكول لإدارة الإدارة عن بعد. والبورت بتاعه TCP 22، ده رقم البورت. خلاص. وطبعا اتصال مشفر، لان كان في كذا فيرجن في الاول، فيرجن 1 و 2 و 3، وفيرجن 3 دلوقتي افضل حاجه في. طبعا اتصال مشفر SSL، و البيانات اللي بتتبعت وبتيجي بتبقى انكريبتد، فصعب اي حد يفك تشفيرها. خلاص. ودلوقتي بقى موجود على كل الانظمه. طيب، فكرة ال SSH هو بيعمل اتصال مشفر بين السيرفر والكلاينت. انت مثلا الكلاينت وعايز تتصل على السيرفر او العكس، تمام. وفي طبعا اوثنتيكيشن بالباسورد واليوزر نيم. طبعا مش دي الطريقة الوحيدة اللي فيها اوثنتيكيشن، في كذا طريقة للاوثنتيكيشن. منها حاجة اسمها بابليك كي، ودي اكتر حاجة مستعملينها، او يعني تعتبر من أفضل الطرق في عملية التوثيق أو إنك تعرف تأكسس الجهاز. حاجة اسمها كيبورد انتر اكتف، وهكذا. ولكن دي زي ما قلت لك دي الطريقة الأفضل واللي معظم الناس بتستخدمها. وفي برضه الباسورد برضه بيستخدموها بشكل كبير. طيب ايه البابليك كي اوثنتيكيشن؟ بكل بساطة بيبقى عندك حاجة اسمها برايفت كي، والسيرفر عنده بابليك كي. لو انت ما تعرفش حاجة اسمها سيمتريك واسيمتريك انكريبشن، ده يعني مهم جدا لازم تبقى عارفه. ممكن تسيرش عنه هيفهمك الفكرة دي بكل بساطة. خلاص. فهما الفكرة الاوثنتيكيشن دي مبنية على حتة الاسيمتريك والسيمتريك انكريبشن. فبيبقى في عندك برايفت كي، كي محدش عارفه غيرك، والسيرفر عنده حاجة اسمها بابليك كي ممكن يبعته. طيب البابليك كي ده بكل بساطة السيرفر بيبعت لك حاجة اسمها تشالنج، زي مسألة كده أو سؤال، وانت ما يتحلش غير بالبابليك كي بتاعك، بالبرايفت قصدي كي بتاعك. فانت لو عرفت تحله معنى كده انك الشخص الصح اللي المفروض او مخول ان هو يأكسس عندي. لو انت ما بتعرفش تحل التشالنج دي يبقى انت مش معاك الكي الصح، ومش هسمح لك بالدخول. ده بدون تفاصيل لان هي فيها تفاصيل كتيره الحته دي. فيعني خلينا واقفين عند النقطتين دول. طيب في طبعا configurations لاي تول او اي بروتوكول، زي ما احنا اتعلمنا في الفوت برينتنج وكل زي مثلا اف تي بي وهكذا. فمن الاعدادات اللي هنا ازاي تخش عليها اساسا، ده الفايل اللي فيه الاعدادات. ودي طريقه كده بتوريك الاعدادات، بس هي معمول لها اكتيفيشن زي فلترنج كده في الكوماند. ودي الاعدادات اللي ظهرت لنا في المثال. خلاص، تعال نشوف بقى الاعدادات المهمه. فبيقول لك ان في حاجه اسمها x11 forwarding، واليوز بي ام ده حاجه اسمها بتدير يعني مش مهم قوي. اهم حاجه الاعدادات الخطيره. من الاعدادات الخطيره هنا حاجه اسمها باسورد اوثنتيكيشن. فمش بيبقى محبذ بالباسورد، بيبقى محبذ انك تستخدم البابليك كي زي ما احنا قلنا.
لان لو عمل بروت فورس وعارف الباسورد خلاص بيبقى عارف يعمل اكسس. طيب حاجه اسمها بيرميت روت لوجن، فده ان هو لو اكسس بيبقى روت على طول، فده شيء مش كويس، لان لو انت روت بيبقى عندك صلاحيات جامده جدا وتقدر تعمل كنترول على اي حاجه في السيرفر. تمام. حاجه اسمها بيرميت امبتي باسورد، ده طبعا يعني تبقى كارثه لو المسكونفيجريشن ده موجود، لان دلوقتي بقى اي حد يقدر اكسس الجهاز او السيرفر بدون باسورد، وقليل لما تلاقيها، يعني صعب، لو لقيتها يبقى انت حظك جامد. وطبعا كان في حاجه اسمها بروتوكول واحد، ده ما بقاش دلوقتي موجود لان هو قديم. وزي ما قلنا دي ال الاعداد ده برضو ممكن يكون قابل ان هو يكون باب للدخول او باب للاكسبلويتنج. طيب تعال نشوف لو مثلا احنا عايزين نتأكد هل التارجت بتاعنا مشغل السيرفيس دي ولا لا. ففي كده تولز معينة بننزلها من جيت هاب، فانت بتعمل كلون للمشروع دوت. المشروع دوت بيعمل لك يعني مختص اكتر بحته الاس اس اتش، فانت بتنزله زي ما بتنزل اي تول. خلاص. وبعد كده بتقول له دي تول اساسا سكريبت للبايثون، فانت ممكن تاخده كوبي بيست وتشغله عندك على طول، بس الافضل انك تنزله احسن. خلاص. فبتشغله بالشكل ده، وتديله طبعا الاي بي بتاع التارجت، وهيديك الاوتبوت، سواء بقى بيديك معلومات عن السيرفر دي شغاله ولا لا، لو قدر يجيب معلومات عن الجهاز والاوبريتنج سيستم والكلام اللي احنا متعودين عليه في كل فوت برينتنج. خلاص. فانا جاب لي السيرفر والاصدار، ولو في vulnerabilities ولا لا. طيب هنا بقى بيقول لك ايه. دي حتة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. لو انت عايز مثلا، انت عندك يوزر نيم، وعايز تعرف بس ما عندكش لسه باسورد، بس عايز تعرف الطرق اللي مسموح لك بيها انك تخش على الماشين، او انك تستخدم فيها الاس اس اتش. فهنا دي الطريقة اللي احنا بنقدر نستخدم بيها، نعرف بيها الكومنتس اللي احنا مسموحة لنا. فبعد ما بتحط الكومنت ده طبعا بتغير الاي بي، بيديك الاوتبوت الطرق اللي موجودة ومسموح لك بيها انك تاكسس على السيرفر. فهنا جايب لك البابليك كي، وان هو ينفع تاكسس بالباسورد وهكذا. طيب في طريقة ان انت تقدر تاكسس من خلال ايه يا ربي، اللهم صل على سيدنا محمد، الباسورد تخليه تخليه يعني ايه، تجبره ان هو ياكسس بالباسورد. فازاي؟ هي دي. فانت بتكتب نفس الكوماند اللي فوق، ولكن بتقول له preferred authentication بالباسورد. خلاص. فانت كده انت بتقول له انا عايز اسجل بالباسورد، دي مش يعني طبعا حتة كويسة انك لو عرفت الباسورد وهو مش سامح غير انك تخش بالبابليك كي، فالحتة دي هتنفعك جامد. خلاص. فبيقول لك بعد كده انا خلاص اسمح لك بانك تخش بالباسورد. وطبعا لو كان انت عارف الباسورد عن طريق البروت فورس، فدي زي ما قلت حاجة نافعة. طيب التول التانية اللي أقل طبعا استخداما عن ال SSH حاجة اسمها rsync. دي تول زي ما احنا اتعودنا في تولز كتيرة خدناها في إنك تنقل الملفات. من التولز دي حاجة اسمها rsync، البورت بتاعها 873، وده بينقل حاجة اسمها دلتا ترانسفير. طيب يعني ايه دلتا ترانسفير؟ هقول لك دلوقتي. الدلتا ترانسفير بكل بساطة، احنا دلوقتي تخيل معايا سيناريو. انت عندك ملف او مجلدات فيها مثلا حجمها 100 جيجا. خلاص. دي كده للمعرفة، هي مش هتفيدنا قوي ولكن لازم تبقى عارف. انت عندك ملف مثلا 100 جيجا او ايا كان، وعملت له نقل لأول مرة. خلاص. فنقلته والدنيا تمام. طيب عدلت على حاجة في السيرفر في الملف ده، وعايز تاكسسه برضه وتنقل التعديل ده عندك على الجهاز. فهل انت لما تيجي تعمل ترانسفير تاني هيديك ال 100 جيجا من تاني؟ طب ما انا عندي ال 100 جيجا، انا بس عدلت على مثلا فايل مثلا 1 ميجا. فانا يعني هل ده معقول ان انا انقل 100 جيجا علشان 1 ميجا بس؟ فلا، ده مش منطقي. فالدلتا ترانسفير ان هو بس بينقل التحديث او الفرق اللي حصل بين الفايل اللي عندك والفايل اللي على السيرفر، فهو هيبعت لك بس الحته التعديل اللي انت محتاجها. فاهمني؟ ولكن ده مش من اول مره.
فده الداتا ترانسفير بكل بساطه. طيب ازاي نعمل فوت برينتنج؟ اولا بنفتح الماب زي ما احنا متعودين، ونفتح ندور على البورت اللي هو البورت الخاص بالارسync معذره. طيب الاوتبوت قال لك ان هو اوبن، واداك الفيرجن بتاعه. جميل. طيب ازاي بقى نعرف الشيرز اللي موجوده زي ما كنا بنعمل في الاف تي بي وهكذا؟ فده الطريقه ان احنا نشوف فدي الطريقه اللي احنا نعرف بيها الشيرز. فنفتح بقى نت كات، بنستخدم النت كات، ونديله الاي بي، ونديله الرقم بتاع البورت. خلاص. هيديني لو مسموح، او لو في اوتبوت هيديني الاوتبوت، ودي مثلا الفايلات اللي معمول لها شيرنج. خلاص. وقال لك ان في شير اسمه ديف. خلاص. طيب انت بقى لو عايز تخش ديبر اكتر وتشوف الملفات اللي جوه، فانت دي الطريقه اللي احنا بنستخدمها. بنقول له استخدم لي rsync والكوماند ده، وتقول له اعمل لي ليست للفايلز اللي موجوده جوه الديف. طبعا بعد ما بتحط الكوماند ده اللي هو الاي بي والrsync، بيديك بقى ايه الملفات اللي جوه الديف. خلاص. فانت عرفت مثلا وليكن ان ال SSH دي ملف مهم جدا، قد يكون فيه secrets وحاجات مهمة. فده بيديك بس مثال ان هو قد تلاقي حاجات مهمة من خلال ال rsync. طيب طبعا في تولز قديمة بقى ما بقتش شغالة، ولكن هديك اوفر فيو عنها. حاجة اسمها R service، R services. حاجة اسمها R services، دي حاجة قديمة، وعشان هي قديمة وفيها configuration، فيها مس configurations كتير، فمبقاش حد بيستخدمها. ولو حد بيستخدمها فهيبقى حاجة خطرة جدا. منها حاجة اسمها R login و RSH و RCB. خلاص. دي البورتس الخاصين بيها. تمام. دي طبعا بيبعت الملفات بلين تكست، مفيش اي انكريبشن. فانت لو في حد مان ان ذا ميدل في النص، بيبقى شايف الداتا اللي بتتبعت وبتروح وتيجي. خلاص. عايزك بس تقرا الحته الصغيره دي، هي مش كبيره، وانا عشان هي مش مهمه قوي فمش هنخش فيها، لان هي خلاص احنا كده خلصنا السكشن الخاص باللينكس. ازاي تعمل ترانسفير او تاكسس ريموت من خلال اللينكس. هنخش بقى في الويندوز، وازاي تعمل الحوار ده عن طريق الويندوز.